ممكن اسالك سؤال، لو سالت 10 عارفين شركتك وقلت لكل واحد اوصف لي شركتي في كلمه واحده، تفتكر كلهم هيقولوا نفس الكلمه ولا كل واحد فيهم شايف شركتك بشكل مختلف؟ ولو حصل كده يبقى مين فيكم الصح، انت ولا العميل؟ اهلا بيكم في حلقه جديده من ملعب البيزنس، المكان اللي مش بندي فيه نصايح، احنا بنساعدك تشوف في مشروعك اللي يمكن انت لسه مش شايفه. في الحلقة اللي فاتت وصلنا اللي الهوية هي المرجعية اللي بتتحكم في قرارات الشركة، لكن واحنا بنقفل الملف فضل سؤال من غير إجابة: هل العميل فعلا شايف الهوية بنفس الصورة اللي احنا شايفينها؟ لا، احنا شايفين نفسنا بشكل والعميل شايفنا بشكل تاني. النهاردة على مكتب ملعب البيزنس وصل ملف جديد. شركة كانت بتقول احنا شركة بريميوم، لكن العملاء للأسف كانوا شايفينها انها شركة أسعارها رخيصة. طب يا ترى مين فيهم الصح؟ يلا بينا نفتح الملف رقم 4. مين فيكم الصح، انت ولا العميل؟ واحنا بنراجع الملف فريق ملعب البيزنس بدأ يستبعد الاحتمالات. قلنا يمكن المشكلة في الإعلان، رجعنا الإعلان كان إعلان احتراف. طب يمكن المشكلة في التصميم، رجعنا الهوية البصرية كانت ممتازة. يمكن طيب المشكلة في المنتج كان فعلا كويس. لكن كل الأدلة دي كانت بتقول العميل فعلا لسه شايف الشركة بصورة مختلفة. خلينا أسألك سؤال: لو كل يوم بتقول للناس أنا بقول الحقيقة لكن أفعالك وتصرفاتك بتقول العكس، هيصدقوا كلامك ولا تصرفاتك؟ العميل ما بيحكمش عليك من أول إعلان شافه، العميل بيحكم عليك من اول تجربه عاشها معاك. لكن هل العميل ممكن يكون فعلا غلط؟ وده اول سؤال معانا في التحقيق. اول حاجه فريق ملعب البيزنس فكر فيها يمكن المشكله في التسويق، وده كان منطقي لان الشركه كانت مقتنعه ان الناس فاهمه هي مين. راجعنا الحملات الاعلانيه، التصميمات، المحتوى، حتى طريقه اداره الرسائل، في الحقيقه كلها كانت احترافيه. بس خلينا اسالك سؤال: لو واحد فضل يقول انا امين انا امين لمده سنه، لكن اول مره يتعامل مع الناس تشوفه انه بيخلف وعده، هيفتكروا الاعلان ولا هيفتكروا التجربه؟ العميل ما بيصدقش اللي انت بتقوله، العميل بيصدق اللي بيعيشه. وده مش اول ملف يوصل لفريق ملعب البيزنس في نفس المشكله. الشركه كانت بتكتب خدمه عملاء على اعلى مستوى، لكن اول ما العميل يبعت رساله كان بيقعد يومين علشان حد يرد عليه. وشركه تانية ما كانتش بتقول اي حاجه لكن كل عميل بيحس انه مهم. طيب ايه اللي حصل؟ الشركه الاولى بنت وعود والشركه الثانيه بنت تجارب. البراند مش الاعلان، البراند هو الذكرى اللي بترجع للعميل اول ما يسمع اسمك. جرب تعمل اختبار بسيط معايا. لما اقول لك ابل، ايه اول حاجه تيجي في دماغك؟ طيب ولما اقول لك فولفو، ايه اول كلمه افتكرتها؟ لاحظ هنا انا لسه ما اتكلمتش عن منتجاتهم ولا اسعارهم ولا حملاتهم، ومع ذلك دماغك جابت الاحساس في اقل من ثانيه. وده هو فعلا البراند. لكن استنى، لو افتكرت ان البراند بيتبنى بالاعلانات يبقى احنا رجعنا لنفس الفخ، يبقى احنا استبعدنا الاعلان والتصميم والشعار. ولسه معانا دليل اهم من كل دول، لان هو اللي بيحدد ايه الاحساس اللي هيفضل في عقل العميل. وده الملف اللي هنفتحه مع بعض. اخطر دليل في القضيه: العميل هو اللي بيكتب البراند. بعد ما استبعدنا البراند والشعار والتصميم، وقف فريق ملعب البيزنس قدام سؤال: طيب مين اللي بيبني البراند؟ خليني اسالك سؤال: مين في رايك اللي بيحدد ان المطعم ده نظيف ولا لا؟ صاحب المطعم ولا العميل؟ ومين بيحدد ان الدكتور ده شاطر؟ الدكتور ولا المريض؟ ومين بيحدد ان الفندق ده فخم؟ صاحب الفندق ولا الضيف؟ انت فعلا تقدر تصمم الهويه، لكن العميل هو اللي بيكمل الصوره. وصل لفريق ملعب البيزنس ملف الشركه كانت مقتنعه انها اسرع شركه في السوق، لكن لما سالنا العملاء كانت الاجابه لا، ده اجراءاتهم معقده جدا. الشركه كانت مقتنعه ان هي سريعه والعميل كان مقتنع اللي هي بطيئه. يا ترى مين فيهم كان صح؟ في البيزنس الحقيقه مش اللي انت مؤمن بيها، الحقيقه اللي العميل بيعيشها. خلينا احكي لك عن شركه لما تسمع اسمها غالبا هيجي في دماغك الامان على طول. الغريبه هنا ان الشركه دي ما بداتش باعلانات بتقول احنا الاكثر امانا، هي فضلت سنين تاخد قرارات في نفس الاتجاه لحد ما الناس كلها قالت الشركه دي امان. وده الفرق بين البراند والاعلان. الاعلان بيقول للناس انت مين، لكن التجربه هي اللي بتخليهم يصدقوا. خلينا اسالك سؤال: لو سالت اخر 10 عملاء اتعاملوا مع شركتك، ايه اول جمله تيجي في بالك لو سالتك عن الشركه؟ افتكر هيقولوا نفس الكلمه اللي انت كنت ناوي تسمعها. وهنا وقف فريق ملعب البيزنس قدام نتيجه كانت واضحه. الشركه ما كانتش بتبني البراند، الشركه كانت بتبني تجارب، والتجارب دي هي اللي بنت البراند. البراند هو اللي العميل بيحكيه عنك لما انت ما تكونش موجود، لكن لما البراند يكون من التجارب يبقى ايه اخطر تجربه ممكن تدمره؟ بعد مراجعه الملف من فريق ملعب البيزنس، ايه الحاجه اللي بتغير صوره الشركه كامله في عقل العميل؟ تفتكر كم اعلان شفته الاسبوع اللي
اللي فات. ممكن ما تفتكرش ولا اعلان، لكن اكيد هتفتكر اخر مره اتعاملت مع شركه وضيعت وقت، او شركه فاجئتك باحترامها. الناس بتنسى الكلام لكن نادرا ما بتنسى الاحساس. وصل لفريق ملعب البيزنس ملف الشركه كانت بتصرف ميزانيه ضخمه على التسويق، لكن في النهايه اكتشفنا ان سبب خساره العملاء ما كانش الاعلان، كان اخر 5 دقائق قبل ما العميل يمشي. الموظف ما ردش، الطلب اتاخر، الوعد ما اتنفذش، والعميل خرج شايل انطباع هيعيش اكتر من اي حمله اعلانيه. وده مش اول ملف نشوفه بالشكل ده، في ملفات تانية كان العميل بيمدح الشركة قبل ما يشتري، لكن بعد ما شاف خدمة ما بعد البيع بقى هو نفسه الشخص اللي بينصح بلاش نتعامل مع الشركة دي. فالبراند ما بيتبنيش وقت البيع، البراند بيتحدد بعد البيع. خليني اسألك، لو اتصلت باخر عميل طلع من عندك وسألته احكي لي تجربتك معانا، تفتكر هيحكي نفس القصة اللي انت عايز الناس تبنيها؟ وبكده فريق ملعب البيزنس بقى جاهز يقفل الملف. لكن قبل ما نقفله في نتيجة لازم تتكتب في تقرير القضية. مين فيكم صح، انت ولا العميل؟ بدأ التحقيق بشركة كانت مقتنعة ان صورتها واضحة للعملاء، لكن بعد مراجعة الملف اكتشف فريق ملعب البيزنس ان المشكلة ما كانتش في اللي الشركة بتقوله، المشكلة هنا في اللي كان العميل بيعيشه. وهنا نكون استبعدنا الاعلانات والتصميم والشعارات والرسائل التسويقيه، نكون اكتشفنا ان الهويه بتبنيها شركه والتجربه بتصنعها الشركه برضه، لكن الصوره الذهنيه بتتكون داخل عقل العميل. فانت ما بتملكش البراند بالكامل، انت معاك بس الاسباب اللي تخلي العميل هو اللي يكمل الصوره. وعشان كده اي شركه بتستثمر في الاعلان قبل ما تستثمر في التجربه يبقى بتبني صوره عمرها ما هتعيش. ودلوقتي عندك واجب، هتسال 3 من عملائك سؤال واحد. لما تسمع اسم شركتنا ايه اول حاجه بتيجي في دماغك؟ ونصيحه، ما تجاوبش، اسمع بس، يمكن الاجابه تفتح لك ملف جديد. في ملعب البيزنس احنا ما بنقفش عند التشخيص، لان كل تشخيص بيوصلنا لسؤال واحد، طيب القرار الصح ايه؟ وده السؤال اللي عمره ما يتجاوب بره غرفه القرار، لان ببساطه في غرفه القرار مفيش اراء، في ادله وتحليل وقرار. واول ملف وصل لفريق ملعب البيزنس داخل غرفه القرار كان اصعب مما تتخيل، وده هيكون بدايه غرفه القرار في الحلقه الجايه ان شاء الله. انا الدكتور احمد ابو المعاطي، وفي ملعب البيزنس بنشوف في مشروعك اللي انت مش شايفه.